محتارين بالغداء أو العشاء وبدكم شغلة تكون سهلة وسريعة، ما إلكم غير باستا الفاهيتا. أسهل وأبسط أكلة ممكن تعملوها، والأهم من هيك إنها جدا لذيذة وزاكية. بمقلة على النار حندوب زبدة، حنحط عليها مكعبات الدجاج، حنحركهم شوي. أول ما يتغير لون الدجاج حنحط تشكيلة عنا من البهارات، ونرجع نخلط الدجاج مع هاي البهارات كتير منيح، ونحرك لحتى يتحمر معنا الدجاج ويصير هيك شكله. في مقلة تانية على النار رح ندوب زبدة ونحط عليها زيت، حنحط عليها بصل مفروم ناعم، حنحركه شوي. أول ما يدبل البصل راح نحط عليهم الفطر المقطع، كمان بنحركهم منيح بهالشكل. حنحط عنا الفلافلة الملونة، بنحرك شوي وما بنطول، ما بدنا إياها تستوي كتير. حنحط معلقة كبيرة من الطحين ونخلطها كتير منيح بهالشكل، نحاول نحمصها شوي مع الخضار. حنحط كوب من مرق سلق الباستا بهالشكل ونحركه، بعدين معلقة كبيرة من بودرة مرق الدجاج. حنحط بعدين عنا هون كوب من كريمة الطبخ، ونرجع نحركهم مع بعض ليصير عنا الخليط هيك. حنحط عنا هلأ الدجاج اللي احنا حمرناه، نرجع بنخلطهم تمام، بنتركهم يتسبكوا شوي، وبعدين بنحط عنا تقريبا نص كيس باستا مسلوق بالطريقة المكتوبة عليه. بعدين عنا بعد ما تسبكوا سوا حنحطهم بصينية الفرن ونزين الوجه بالموزاريلا، وعلى الفرن بس تدوب الجبنة معنا وصحتين.